الجن ما بيحبش حد يعتدي على مكانه، ولو عملت كده ما تلومش الا نفسك. اكسبلور ويلا نبدا. واحد باعت وبيقول لي انا في يوم رحت انا واصحابي بيت مهجور بغرض يعني اننا نعمل مغامره وكده. لما دخلنا البيت كان كل شيء طبيعي، وقعدنا نتمشى شمال ويمين ونفتح الاوض بتاعته وما كانش في حاجه غريبه، لحد ما جينا نطلع الدور التاني من البيت. وقتها كل شيء بدأ يتغير. اول ما حطينا رجلينا على اول سلمه لقينا طوبه اتحدفت علينا من فوق، واحنا متاكدين ان مفيش حد في البيت ده لاننا احنا اللي كاسرين القفل بايدينا. استعذنا بالله وطلعنا برضه، ومع كل سلمه الطوب والخشب كانوا بيتحدفوا علينا اكتر، لحد ما طلعنا فوق وبصينا وما لقيناش حاجه. فتشنا كل المكان وبرضه ما لقيناش حاجه. فقررنا وقتها ننزل انا واصحابي، بس وانا نازل لقيت حد مسكني من كتفي ورماني من على السلم. اصحابي فضلوا يصرخوا وسابوني وجريوا. ببص لفوق وانا مش قادر اقوم من مكاني، لقيت اكتر من 10 قطط سودا بيبصوا عليا من فوق، مع العلم ان ما كانش فيه ولا قطه. لما طلعنا القطط دي كانت بتبصلي بشكل غريب جدا، كانهم بشر بالظبط. نظراتهم ليا كانت نظرات تهديد، وكانهم بيقولوا لي اخرك معانا المره دي، ولو اتكررت تاني ما تلومش الا نفسك. ولفوا وشهم ومشيوا من قدامي. ومن بعد الموقف ده حياتي كلها اتغيرت، لاني بقيت اشوفهم في كل مكان، في الشارع وفي البيت وانا نايم، وساعات كمان بحس ان في حد بيخنقني وهيطلع روحي. فانا هروح لشيخ وربنا يستر. ودي كانت اخر كلمه في الرساله بتاعته، وبس كده.